الإجراء الثاني هو استعمال خزانات ديال لاسامير، وأيضا حللنا الحاجيات الوطنية وخلصت النتائج على التحليل، هو انه تخزين المخزونات ديالنا كافيه بالنسبه للغازوال والبنزين والفيول، بما فيه طبعا 80,000 طن اللي كاينه في لاسامير اللي بدنا كنستعملوا في 2023. وايضا ولكن المشكل كيبقى لنا في الغاز البوتان والفيول ديال الطائرات اللي فيه واحد مجموعه ديال المشاريع ديال التخزين اللي غنزيدوا فيها 400,000 متر مكعب في افق 2030 في الغاز البوتان و100,000 متر مكعب بالنسبه لوقود الطائرات. تفضلوا سيد النائب. أجدد طرح هذا السؤال بالنظر لعلاقته بالارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات. فالمخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية هو الذي يؤمن الأمن الطاقي ببلادنا. الأخبار تطالعنا باستمرار بزيادات في الأسعار بسبب أحداث الشرق الأوسط، ولكن المواطن يتطلع إلى معرفة المبادرات الحكومية الكفيلة بعدم تأثير الارتفاعات على قدرته الشرائية. فسياسة التخزين لم تنجح، وسياسة التكرير غير موجودة بعد إغلاق لاسامير، وتركيبة الأسعار غير معروفة بدقة سواء ثمن الشراء أو ثمن التكرير أو هوامش الربح. الضرائب عالية سواء الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الاستهلاك. إذا الحكومة مطالبة بالتدخل على الأقل لتسقيف الأسعار بناء على القانون 104/12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما أن مطالبة بتقليص نسب الضرائب على هذه المحروقات، والدعم بدوره لا أثر له وغير شامل. اليوم ونحن في موسم الحصاد فإن الحكومة مطالبة بدعم الغازوال الفلاحي، ماكينة الحصاد والتراكتورات والصيادون بدورهم في حاجة إلى دعم. وشكرا سيد الوزير والسلام عليكم.